السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم شيرين سمير. النهاردة هنعمل مع بعض الدوناتس كريم بروليه. حلو جدا وسهل وبسيط، وعملنا الحشو شوكولاتة، حاجة كده في منتهى الجمال. خليكي معايا نشوف عملنا ازاي. انا هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم معلقة من السكر، وعليهم كيس من الخميرة، وحطيت بيضتين، واحط عليهم الفانيليا وابتدي اقلبهم كده في بعض لحد ما الاقي البيض بتاعي الدقيق شربه خالص واختفى. هيكون معايا بقى كوبايتين من اللبن الدافي. هنزل كده واحدة واحدة لحد ما الاقي العجينة بتاعتي جابت القوام بتاعي اللي انا عايزاه. هي بتبقى طرية جدا يا جماعة، عاملة زي اللبانة كده، ما بتبقاش ماسكة نفسها قوي علشان خاطر تطلع معاكي هشة وحلوة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام اللي انا عايزاه، ما تقلقيش منه خالص. هنا انا حطيت على الرخام عشان اعرف اكمل عجن، حطيت دقيق وابتدي الم كده في العجينة. بصوا زي ما انتوا شايفين بتلزق في ايديا ازاي، هي كده اللي انا القوام اللي انا محتاجاه. هجيب بقى معلقتين من الزبدة وابتدي ادخلهم جوه العجين، افضل اعجن كده لحد ما تختفي خالص معايا السمنة. هتاخد معاكي وقت شوية بس هتشربها، مفيش مشكلة خالص. هبدر الطبق اللي هحط فيه علشان ما يلزقش. زي ما انتوا شايفين كده طرية ازاي يا جماعة. هسيبها بقى تختمر كده شوية، هسيبها نص ساعة على جنب وابتدي اشتغل فيها. بعد كده بصوا بقى، بعد ما اختمرت اهي، برضو بدرت الترابيزة اللي هشتغل عليها بالدقيق، وابتدي اشتغل بقى بالنشابة بتاعتي. اهم حاجة احط على الوش بتاعها برضو شوية من الدقيق، واحط في النشابة دقيق علشان ما تلزقش، عشان زي ما فهمتكم ان العجينة دي طرية جدا. هبتدي افردها كده، بص السمك بتاعها عامل ازاي، واجيب اي حاجة كده اعمل بيها الدوريات بتاعتي. عندك قطاعة، عندك ما عندكيش قطاعة زي كده، استخدمي اي غطا برطمان. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هحط بقى ورق الزبدة، اكون مقطعاه مربعات صغيرة وابتدي احطه عليه. ليه بتعملي الخطوة دي؟ عشان الشكل بتاعي ما يبص مني وانا بحطه على البوتاجاز، لان دي طبعا عجينة هتفضل تميل يمين وشمال وهتبوظ الشكل بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكمية كلها، هسيبها بقى على جنب وابتدي اروح اشوف الزيت بتاعي اللي هشتغل بيه. بس اهم حاجة اسيبها تختمر ربع ساعة كمان. زي ما انتوا شايفين كده هنزل بقى بالزيت. اهم حاجة الزيت يكون متوطي عليه على الاخر، وما يكونش بيبقى واصل لمرحلة الغليان، علشان ما يلهفش مني الشكل من بره، يبقى لونه احمر غامق ومن جوه يكون مستواش. هنزل كده واحدة واحدة. بعد كده يا جماعة لازم لما نكون هنعمل مرة كمان نكون حاطين نكون طافين على الزيت، بعد كده نشغل عليه تاني علشان يكون درجة حرارته هديت شوية. هبتدي بقى اقلبهم كده علشان ما يتلهفش مني زي ما قلت لكم من بره اللون بتاعه، علشان هو ما بيتحملش. هقعد اغطي كده بالزيت واطلع واحدة واحدة. طبعا شفتوا وانا بحطه بالورق سهل وبسيط ازاي، ما بياخدش معايا غلبة والشكل بتاعه ما بيبص مني. او بصوا كده، بس منظره جميل ازاي، حاجة في منتهى الجمال. بصوا غمقت اكتر من التانية على بال بس ما طلعتها، عشان كده بقولك ايدك فيها على طول وتشيليها على طول. بس هي كده طبعا لونها في منتهى الجمال، وعايزة اقول لكم طعمها في الاخر حاجة كده وهم. بصوا حطيت بقى المرة التانية اهو. طبعا انا موطية البوتاجاز وتكوني شغالة طبعا والبوتاجاز عندك واطي. هنا هبدأ اشتغل بقى في الكريم بورليه. حاطة نص كوباية من السكر، واول ما تبتدي تتكرمل كده من على جنب ابتدي احركها، قبل كده ما تحركيهاش. واول ما تتكرمل كده كلها ويبقى السكر بتاعي يدوب واتاكد ان هو داب خالص، هحط معلقتين من الزبدة وابتدي بقى احركهم كده مع بعض. ما تيأسيش خالص، هي هتشرب السمنة بتاعتها، بس اقعدي قلبي فيها كويس.
بصوا بقى، انا سايبة بنتي بتكمل تقليب الكريم بورليه على البوتاجاز، وهبتدي احشي بقى، عشان لازم يكون الكريم بورليه على البوتاجاز وانا شغالة بيه، تكوني مهدية عليه العين وبتنزلي فيه واحدة واحدة. وخلي بالكم يا جماعة من ايديكم بالله عليكم. انا هنا حشيتها بقى الشوكولاتة بتاعتي، جبت بالكيس الحلواني وحشيتها. وهنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها من الكريم بورليه والحشو، بألف هنا وشفا. متنسيش تعملي لي لايك وشير ودعوة حلوة منك لو الوصفة عجبتك. السلام عليكم.